دير بالك تزعل من صديقك لأنه على التليجرام وصلتك رسالة عبارة عن رابط لموقع غير لائق. السلام عليكم. الأسبوع الماضي وصلتني عدد من الرسائل من أصدقاء من على حسابي في التليجرام، أصدقاء أعرفهم وأعرف أخلاقهم وأعرف مكانتهم في المجتمع. من كنت أفتح هذه الرسائل كانت عبارة عن رابط لمواقع غير لائقة. حقيقة استغربت، كنت متأكد أنه هذه الرسائل مو منهم، لأنه لا أخلاقهم تسمح، لا ثقافتهم تسمح، لا مكانتهم بين الناس تسمح. لهذا حقيقة ما اتصلت بهم، لكن سألت عن طريق عدد من المصادر وأصدقاء مقربين عن الموضوع. تبين فيما أن الموضوع عبارة عن بوتات. هذه البوتات بعض الناس الغير مسؤولة يقومون بإرسال هذه البوتات من على حسابات التليجرام. الغرض منها عمليات القرصنة أو سرقة الحسابات أو سرقة المعلومات. فعندما توصلك هذه الرسالة عن طريق الحسابات الصديقة إليك، أكيد أنت راح تفتحها. من تفتحها راح يقوم هذا البوت أو هذا البرنامج أو هذا الفيروس بسرقة معلوماتك، احتمال معلوماتك على التليجرام أو معلوماتك على الجهاز. صديقك ما يعرف الموضوع، يعني الحساب اللي اجى من الرابط اصلا هو ما راح يظهر يمه ولا عنده معلومات عنه. واحتمال انت ايضا نفس البوت عن طريقك رايح للاصدقاء ايضا. لهذا خلي يكون عندكم هذه المعلومة، انه اي رسالة دعوة لمشاهدة رابط او فتح رابط عن طريق حتى لو اصدقائكم المقربين من على التليجرام، لا تفتحوها. هذه روابط مفخخة، بوتات، هاكر، الغرض منها سرقة حساباتكم. فلهذا احتمال بعض الاصدقاء يزعلون انه انت شلون اخلاقك سمحتك انه ترسل لي رابط لموقع غير لائق. صدقا صديقك ما عنده معلومات عن الموضوع اصلا ولا عنده معلومات عن الرابط هذا. لهذا هذه المعلومة ارسلوها لاصدقائكم، انه عدم فتح هذه الروابط والانتباه والحذر من هؤلاء الاشخاص. وتحياتي للجميع.